جرب تخيلوا معايا كده ايه اللي ممكن يجمع ما بين الشاه محمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران والملك فاروق آخر ملوك مصر. غير إن ده كان آخر ملك حكم إيران وده كان آخر ملك حكم مصر، والاتنين انتهى بيهم الموضوع من العيشة في قصور للمنفى والثورة من شعوبهم، إلا إن كان بيجمع بينهم علاقة مش كتير يعرفها. الشاه محمد رضا بهلوي اللي على المذهب الشيعي كان واخد أخت الملك فاروق اللي على المذهب السني. يا ترى ايه تأثير الجواز دوت على العلاقة والحياة السياسية ما بين البلدين؟ وبعد الانفصال هل أثر الانفصال دوت على العلاقة والسياسة ما بين البلدين ولا لا؟ خلينا نشوف تفاصيل الموضوع ده مع بعض في فيديو النهاردة، بس ما تنسوناش من اللايك والاشتراك بعد ما تكملوا الفيديو للآخر. ويلا نقول بسم الله، صلوا بينا على النبي. كفتين ميزان تاريخي النهاردة هيكون فيهم الملك فاروق آخر ملوك مصر والشاه محمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران. نبدأ مع بعض بالأب والعيلة اللي جه منها كل واحد فيهم. هنقول إن الملك فاروق هو ابن الملك فؤاد ابن الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي. وقت لما ظهر سعد زغلول وبدأ ينادي برجوع السودان لحكم مصر ورحيل الإنجليز اللي دخلوا مصر بعد هزيمة عرابي في معركة التل الكبير بحجة حماية مصالحهم في المنطقة، كان السلطان فؤاد عنده وقتها 51 سنة. وطبعا اندلعت الثورة لعام 1919 زي ما كلنا عارفين بعد نفي سعد زغلول لجزيرة مالطا، فيتعرف وقتها على نظلي عبد الرحيم صاحبة ال25 سنة ويتجوزوا في سكوت علشان الثورة. وبالتحديد في 11 فبراير 1920 تخلف نظلي ولي العهد للملك فؤاد الملك فاروق. وفي الكفة التانية هيكون معانا محمد رضا بهلوي الأب رضا بهلوي، ضابط في الجيش الإيراني، وصل لرتبة عقيد واستولى على العاصمة طهران وحل الحكومة بعد انقلاب كبير عمله مكنه من الاستيلاء على العرش واستلام منصب القائد العام للجيش ووزير الحرب. ووصل للحكم سنة 1925 عشان من بعدها يبدل اسم بلاد فارس لإيران. وبدعم من قيادات الجيش عمل تغييرات كبيرة جدا رغم المعارضة الشعبية، وقدر يأسس دولة إيران الحديثة. لكن بسبب علاقته الواسعة مع ألمانيا اللي وصلت لوجود آلاف الخبراء في إيران من الألمان، بيقلب عليه روسيا وبريطانيا بسبب العلاقة. ونروح بعد كده لفترة طفولة كل واحد فيه. طفولة فاروق كان فيها لمسة من الحزن، على الرغم من انه تربى امير وعاش في قصور الا انه كان في عزلة تامة تقريبا بسبب خوف السلطان فؤاد الشديد عليه، لدرجة انه كان ممنوع يلعب او يتعامل غير مع اخواته البنات وامه. حتى التعليم كان في القصر، المدرسين كانوا بيجوله وبيدوله كل المواد التعليمية وهو موجود في القصر. الشاه محمد رضا بهلوي اتولد في إيران سنة 1919. اتعلم في سويسرا وكان قريب جدا من والده اللي كان بيجهزه للحكم من وهو في سن الطفولة. وبسبب الصدام اللي حصل مع بريطانيا والسوفيات بيضطر يطلع للواجهة في وش المدفع قبل ما يكون جاهز. بعد مرحلة الطفولة بنروح لمرحلة التعليم. بعد ضغط من بريطانيا على السلطان فؤاد لإرسال الأمير فاروق ليهم للتعليم في كلية الفنون العسكرية اللي ما قدرش يلتحق بيها بسبب إن سنه وقتها كان 15 سنة بس، بيتعلم في قصر جنب الكلية من مدرسينها خارج الكلية زي ما كان بيحصل في مصر بالظبط. والضابط عزيز المصري كان بيتولى مسؤولية تدريبه من ناحية التدريبات العسكرية. أما الشاه محمد رضا بهلوي اتعلم في مدارس أوروبا اللي أثرت فيه بشكل كبير، والتأثير ده اللي هيكون سبب للصدام مع رجال الدين زي ما هنشوف في باقي الفيديو. نروح بقى للشخصيات المؤثرة والمحورية اللي ساعدت في تكوين شخصية كل واحد فيهم. البعثة اللي كان فيها الأمير فاروق كان فيها 2 من أكتر الشخصيات اللي أثروا فيه. أول واحد هو الضابط عزيز المصري اللي زرع فيه حب الألمان وكره بريطانيا، والتاني كان أحمد حسنين باشا رئيس البعثة اللي كان على خلاف مع عزيز المصري بسبب حبه للسينما والرقص والشرب والقمار، واللي فاروق كان ميال ليه أكتر بسبب الكبت اللي كان فيه طول طفولته. لكن الشاه محمد رضا بهلوي الشخصية اللي ساعدت في تكوين شخصيته هو والده اللي طول حياته كان بيحاول يثبت إن زيه وإنه أحسن وأفضل ملك عدى على إيران، بجانب دراسته في أوروبا اللي ادت لشخصيته طابع غربي واللي هيكون من أساسيات الانقلاب عليه فيما بعد. ولحد هنا هنقف، هنكمل إن شاء الله في الفيديو اللي جاي علشان نبدأ
بتولي حكم كل واحد منهم، والظروف والملابسات اللي هتقابل كل واحد فيهم، والديات اللي هتقابلهم وازاي هتتعاملوا معاها لحد ما هيوصلوا للثورة والانقلاب عليهم والموت في المنفى. متنسوش تعملوا لايك ومتابعة للحساب علشان ما يفوتكوش أبدا الجزء التاني. مستنيكوا، مع السلامة.